اللي بيحصل ده عشان يتغطى على مشاكلهم. ما هو اللي بيحصل في نادي الزمالك ده بيحصل عشان يغطوا على مشاكل الاهلي. الدنيا سواد وحالك واسود من البدله اللي انا لابسها، والدنيا نيله والدنيا سخميه. ايوه يخرب بيوتكم. انا نفسي مفيش حلول. يجي يخطف حسين لبيب والله. مفيش اي حاجه. لا. طب هم هيخطفوا يا بوب، هيخطفوا حسين لبيب ليه والنبي؟ طب هو رئيس فنزويلا بيخطفوه عشان عايزين حاجات، عايزين نفط من فنزويلا وبتاع، وبعدين راجل ليه رأي وراجل كان معارض وكان واقف له. ما هيخطفوا حسين لبيب ليه؟ نخلص منه، هنخلص منه على الاقل. يا راجل ده حسين لبيب هيرمي له علبة سجاير هيروح معاه. علبة ال ام احمر، علبة ال ام احمر هيجيب يخطفوا. عروسه ويمشي استاذ احمد حماته بتحبه يا زينه. واخد بالك؟ كل ما اجي اكل ابص الاقيه على طول يطلعني. والله العشاء بالظبط، ميعاد عشاء بالظبط. انت اللي ظابط بقى، انت اللي ظابط ميعاد العشاء. بالمناسبه هيلث مين يا عم؟ احنا مش بتوع هيلث. لا بجد صح، الاكل والنوم ده حاجه صحيه ولا؟ مين قال لك اني بنام دلوقتي؟ ده لسه تمام، لسه سهرتي بتبدا دلوقتي. حالتنا بعد الفجر يعني. تمام، سهرتي بتبدا دلوقتي، احلى انس دلوقتي. ربنا يبارك لك يا دكتور في صحتك. ادعي لي بس عشان انا بفيص اليومين اللي فاتوا. لا يا ربنا يبارك لنا في عمرك وفي صحتك يا دكتور. الله يخليك يا رب. قصدك كده يا عم احمد؟ النهارده 6 يا عم احمد. النهارده 4 لسه. الراجل عايز يجري النتيجه. انا بكره بعد ماتش بنين بكره ان شاء الله هبعت لك اللي فيه النصيب بكره. طب بالمناسبه توقعاتك ايه على ان شاء الله بنين تكسب ان شاء الله. ما تعمل لنا كده استفتاء، واللي يقول صح تديله 50 جنيه. طيب قولوا يلا. 50 جنيه ليه يعني؟ لا 50 جنيه كارت، يعني كارت فيديو، كارت موبايل. ماشي يا عم. ولا اعمل 1000 يا راجل المسابقه دي يا احمد. طب والله كويس. تقبلها ان انا اعملها لو سمحت؟ تعمل ايه؟ 50 جنيه يا راجل، 50,000. ان انا اللي يقول النتيجه صح ابعت له رقم كارت 2-1 خلاص. 2-1 لمصر. 2-1 لمصر. طب كابتن احمد او استاذ احمد، مع احترامي لو تكرمت اكتب التوقعات وانا هدي للي ما خلاص. طب الدكتور عادل بيقول لك 2-1 اهو. توقعوا ان مصر تتغلب. اللي هيتوقع صح هديله كارت ب 100 جنيه. ب 100 جنيه طيب. بعدين عربيه ان شاء الله. الخير احمد مستعد يديكوا عربيه لكل واحد. جاست فور فن، حاجه جاست فور فن يا دكتور بس. طب استنى، انا هلم لك الناس تطلع لك كل واحد ينزل من عجزتي دلوقتي هيلاقي مفتاح العربيه عند الباب. يعني دكتور عادل، يا دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. انا بقالي سنه تحت بقول حد يشد سنه. ما انا شديتك اهو. يا لهوي اسف والله. معلش حاجه، هروح ادور على اسمك. او حضرتك بتاكل بعينيك بص تحت. او مش كده بصي، ساعة البطون بيطلعوا العقول والعيون وكل حاجة. سمير بيتوقع فوز بنين 2-0. هقول لك حاجة يا استاذ احمد. نعم. انا بنين 2-0. مين اللي قال بنين 2-0؟ ثواني يا عم ادم، يا عم ما تسكت. انا ايهاب ابني اللي اسمه ادم، بس معاك يا استاذ ابو ادم. حاضر. استاذ احمد انا عندي، الله يخليك اتفضل. عندي مشكلة لازم انا اللي اطلب عشان اطلع، لو حد شدني ما بتشدش. لا مشكلة، يبقى كلنا نسكت ونسمع. تمام، حضرتك بتشدني بس ما بعرفش اطلع، لازم اطلع بره اللايف وارجع تاني. والله انا بشدك ما بتطلعيش، فعشان كده انا اللي لازم اطلب على راسي ريشه. كنت غرقانة. اتفضل يا زوز. انت واقعه فيا يا زوز بالزرع اللي في وشك ده. عامله ابطال. هو في شاي يا جدعان؟ اعملي شاي. عم حمحم. طب قولوا لنا التوقعات. الراجل هيجيب كارت شحن ب 100 جنيه. اعملوا لنا توقعات. قولوا لنا التوقعات. الدكتور عادل توقع فوز مصر 2-1. توقع انت فين؟
صوتك بعيد يا استاذ احمد. بقول لكم قولوا لنا التوقعات. الاستاذ الدكتور عادل قال 2-1 لمصر، والبوب قال متبرع بكارت شحن ب 100 جنيه. اتوقع مصر نتيجة مصر ايه بكره؟ عمرو ابو عمار 2-1 لبنين. تتعادل وتتغلب من مالي. ايه؟ يا عم محمد بالله عليك اتكلم جد شويه. تونس ما لعبتش. يا عم احنا بنقول غلبت مصر واحد. وبنين وانت تقول لي تونس. ماليش دعوة يا عم، على الطلاق ما انا متوقع ولا مصر ولا بتفرج على المنتخب. طب يا توقع يا نهار حاج حمحم، ما يمكن تكسب. يمكن تصطف معاه، يمكن تكسب الكام. بص انا هنزل يا استاذ احمد وشد يحيى عشان عايز يطلع. طيب ماشي. طب توقعي يا زينة قبل ما تنزلي. توقعي. ها نزلت. حد طيب يبقى عمرو يبقى دكتور عادل 2-1. عمرو توقع دكتور عادل 2-1 لمصر، عمرو 2-1 لبنين. مين تاني؟ العش انت كمان يا علام. انا 1-0 لبنين. دقيقة بعد التوقعات لو سمحت ممكن بوتي دقيقة قول بوتي قول يا يحيى. مصر فوز نايمي مصر كاسائي ناي. مصر هتفوز يا يحيى؟ مصر والجزائر على النهائي. واحد نهائي. مصر والجزائر في النهائي. الجزائر على النهائي بعد الشر يا يحيى. التوقع بتاعي يا علام. هو بيقول مصر والجزائر على النهائي. بعد الشر يا يحيى. بس ناي التوقع بتاعي يا علام. مصر كاسائي كام يا حاج حمد؟ ناي فكر ياب مصر. توقعك يا حاج حمد؟ مصر 2-0 لمصر. تريزيجيه وزيزو اللي هيجيبوا الاجوان، ومحمد صلاح هيضيع ضربة جزاء، وحسام حسن يا ريتك ما توقعت يا حاج حمد، يا ريتك ما توقعت. احنا هنعتمد 2-0 بس لمصر من عم حمحم. كمل يا علام لو سمحت. انتوا بتتفرجوا فعلا على كاس الامم. انا بتفرج كتير يعني. بص اللي متابع جيد. المغرب برابع ماتش النهارده على التوالي. التحكيم يتجاوز 70%. عامل الصراحه فضيحه النهارده الصراحه يعني. بوتي تونس بوتي تونس المغرب يا عم حمحم. الصراحه فضيحه. ده غير الاداء كمان، اداءها سيء جدا النهارده. بوجهة نظر فكرنا بالبنا. البطوله دي لو خدنا منتخب كان بيفكرنا بالبنا يا حاج حمحم النهارده. التحكيم بيفكرنا ببن. انت تعرف مين معانا في اللايف دلوقتي؟ مين؟ يا استاذ احمد. مين؟ استاذ احمد يحيى اسكندراني زيك. اسكندراني من اسكندريه. عارف الاستاذ احمد يحيى؟ احمد يحيى مؤلف اغنيه ضميني وانسى الدنيا ده بتاعت حبيبي، البحر درويش. ده حبيبي ده. الله عليه الله عليه. ده انا عارفه من 20 سنه. ده جميل، انسان عسل، بحبه. طبعا طبعا منور الدنيا طبعا. الشاعر الجميل منور يا استاذ احمد. والله يا علام. لو منتخب عرب هياخدها، عرب مش هيخرج من الجزائر. مفيش اي منتخب عربي ممكن. يابا ماتش. طب انت توقعك يا يحيى؟ توقعك مصر هتطلع بكره ان شاء الله. يا يحيى توقعك النتيجه بكره كام؟ بكره كام يا يحيى؟ مين اللي هيكسب بكره يا يحيى؟ ما قال لك مصر بقى. كام النتيجه؟ كام 2-0 لمصر. ماشي يحيى. توقع زي الحاج حمحم. متوقع زي الحاج حمحم. والحاج سامي البيلي 1-0 لمصر. قال كام؟ 1-0 لمصر. وانت يا حاج قلت 2 انت كمان؟ كل ده عشان 100 كارت بتقول. الله يهديك بس. ارحمني يا اخي بقى، خلاص بقى يا دكتور. العربيه دي والله ده انا عايز اعمل اي حاجه كده بس اي سسبنس بس ليه يا عم؟
سسبنس. كده يا عم. انا بعد اذنك يا بوب انا هغير توقعه طالما كله بيتوقع على مصر، خليني مع بنينا. ايه يا عم ليه والله النهارده العصر يا جماعه كنت بتمنى بنين تكسب عشان احمد فتوح يرجع واللعيبه دي ترجع واكسر بخاطر الجزمه اللي اسمه بنتايب ده. طب ما هيرجعوا يقعدوا في البيت يا دكتور، ما هيرجعوا يعملوا ايه يعني؟ هيرجعوا يلعبوا ان شاء الله. هيرجعوا يقعدوا في البيت. في الدرج دلوقتي الاستاذ ادم ولا اسمه ايه؟ هيفك ال 100 كارت بتاعته دي ويديهم مستحقاتهم ويلعبوا. ما تقلقش. كان صدق ان ده دكتور والله اقسم بالله يا استاذ احمد المجلس وافق على الارض البديله خلاص. المجلس وافق على الارض طب البديله. ما انا قلت احنا قايلينها من 3 ايام. اتكتبت والعقود كان عنده حل ثاني غير كده يا كابتن. انا قايلها من 3 ايام يا حاج سامي. هات اوقع عليها طيب، هاتها يا عم وقع عليها والاستاذ احمد يوقع. جاهز على التوقيع ومستنيين لبليبو يوصل بعد ما. طب تتوقعوا الارض فين والبوب هيدي اللي يتوقع 100 جنيه كده. عارف هقول لك انا يا استاذ احمد الارض فين؟ الارض في السودان. انا راجل مهندس زراعي، فالارض في السودان خصبه قوي. لا بيقولوا الارض في القاهره، لا الارض تبع حي بتطرح زيتون. الارض تحت بيت هنزرع فيها كوسه لان الارض هناك خصبه هتنتج انتاج كبير قوي يغني نادي الاهلي ونادي الزمالك. لو هتطرح زيتون ماشي، انما الكوسه لا. طب ما زيتون دي عايزه تبقى في سينا بقى. الطماط هيجي في حتوه له اثار ولا ايه؟ لا مش فواز الحكير، ده راحت لمحمد العيار ولا العبار بتاع الامارات بتاع شركه اعمار. هي راحت السعوديه ولا الامارات ولا ايه يا جماعه؟ كل يوم والله بنسمع كلام شاذ. ده كلام محمد العبار. الامارات ده ايه؟ مستنيين لبليبو على ده مصدر موثوق منه ان هي راحت الامارات يعني. تمام. كان في حد بيقول راحت عشان يجي يوقع العقود بتاعت مش هو الراجل اصلا فاتح شركه في السعوديه، انا بني له فندق في جده. تمام. انا بني له فندق في وبركاته. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا عم سامي؟ حبيبي الله يخليك. انا شايف بس يا جماعه ان في ناس عماله تتمنى الهزيمه للمنتخب، ليه مش عارف. ايوه انا اول واحد اتمنى الهزيمه للمنتخب. طب ليه طيب؟ طب ليه؟ خونه يا رب عشان خاطر المنظومه كلها. طب واحد بس كده. طب نتناقش بالراحه. هو انت دلوقتي لو المنتخب خسر، طب اقول لك لو المنتخب خسر دلوقتي وخرج بفضيحه، هل ده هيغير من المنظومه وهيغير الناس دي هتتغير؟ هيشيلوا هيتغير. طيب واحد يا جماعه، عايزين بس نظام. احنا كلنا بنرد بعد اذنكم. احنا كلنا بنرد في وقت واحد. خلوا الراجل يتكلم. والله نشيل ابو ريده لو بنين كسب، نشيل ابو ريده وبعد شهرين نرجع برونتو. قلبت سياسه عشان وزير الشباب والرياضه يتكل على الله زي احمد علام ما بيقول. لك حاجه هقول لك هو كده ماشي اصلا. مصر فزنا وخسرنا. كلام الاستاذ سامي. هو انت في 2019 هنا مش كان اخر بطوله 2019 عندنا؟ لا 2000 وكام؟ لا خرجنا منها من دور ال 16. كان هنا ابو رضا برضه موجود. 2019 ولا كام؟ 2019 في مصر. 2019 مش انا ابو رضا انت مش تقال. ليه مصر ده ليه يابا؟ كان قال لك مش المجلس قدم استقالته استاذ احمد في 2019. اجبروهم على تقديم استقالتهم. اجبروهم. وكان هنا ابو رضا برضه اللي ماسك وحازم امام والجماعه وقال لك تحويلهم للنيابه. ولا انا فاكره كان مجدي عبد الغني تقريبا. لا وكان هنا ابو رضا كان رئيس المجلس. كان رئيس الاتحاد. ما انا عارف.
وكان معاهم حازم امام ووائل جمعه، كان معاهم حازم امام ووائل جمعه، مظبوط. ايوه، واحضار ملعب ومش عارف ايه، وغاب مظبوط. 3-4 سنين ولا راح النيابه ولا مشي من قدامها حتى، ورجع رشح وبعد نفسه. 6 سنين، وبعد 6 سنين رجع مسكها تاني. ما انا بقول لك انا هتجنن، انا هستأذن عشان اشوف الخاص وهرجع تاني. لو نفسي اشوف الخاص يوم 6 في الخاص ده. ماشي. بصوا يا حبيبي جماعه، يا انا عايز دكتور. بس اقول لحضراتكم على حاجه، اتفضل. ان احنا حتى لو اتغلبنا، المنتخب بتاعنا اتغلب وطلع بفضيحه زي ما الناس بتتمنى، والله كمان مره المنظومه عمرها ما هتتغير وهتفضل زي ما هي. كل اللي هيعملوه هو يشيل الجهاز الفني وهيجيب غيره وخلاص، وشكرا على كده. طيب ماشي، ما حلو. حلو، مش وحش. لا ولا الوزير هيتشال ولا هيتغير ولا اتحاد كوره. لا الوزير كده كده، بصوا يا جماعه، الوزير كسبنا خسرنا كده كده. منظومة فاشلة يا كابتن، ده دليل قاطع على انها منظومة فاشلة، فكل ساكن سيسقى بما سقى، خليهم يبقى يدوقوا اللي احنا دقناه بس كده، حبة كده. انا بس هي الحته اللي مش عجباني ان انتوا ان في ناس بتتمنى الخساره للمنتخب. لا بص ايوه انا ما اتمناش ان هم يجوا. بص يا استاذ سامح، ثواني يا بوب، ثواني يا جماعه بعد اذنكم، يا ثواني يا بوب بعد اذنك. احنا يا استاذ سامح، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، والناس دي مفسدين، مفسدين من اول الوزير مرورا بابوريده، مرورا باحمد دياب بتاع التليفون، مرورا بالدوره ب21 فرقه، مرورا بالفساد اللي حصل في المنظومه. يمكن اما يطلعوا بفضيحه حد في الدوله يحس ان المنظومه وسخه وريحتها طالعه. يمكن حد في المنظومه يحس ان المنظومه وسخه وريحتها طالعه. انا معاك في كل كلمه بتقولها ومقتنع بالكلام ده كويس جدا، بس هي المشكله هنا ان مفيش حاجه هتتغير. والله يا جماعه، هم اخرهم هيشيل حسام حسن والجهاز بتاعه وهيجيب لك جهاز جديد، يغور في 60 داهيه، ايه المشكله يعني؟ هو شرط يا استاذ سامح كده. هو وهنا بوريده ما هو واخد عليه شرط ان لو ما وصلش الليفل معين هيمشيه. من غير شرط كده هيمشوه. يعني قصدي المقصود من كلامي ايه بقى؟ ان المنظومه مش هتتغير، لا وزير هيتغير ولا اتحاد كوره هيتغير ولا حاجه هتتغير. كل حاجه لا في 2019 اتحاد الكوره اتغير. ليس منهم رجل رشيد. في 2019 ما تنطش في بق كل حد بيتكلم يا بوب بعد اذنك. كانوا اتغيروا في المليار ونص ولا 2 مليار اللي صرفوهم على العاب القوى في الاولمبياد، وما جابوش الا ميداليتين وجم. كانوا اتغيروا في دي، هيجوا اتغيروا في كاس افريقيا. ما في 2019 الاتحاد كله مشي. انا مش شايفه لاي منتخب عربي الاقرب لها الجزائر. انا شايف الجزائر المنتخب الوحيد العربي اللي مستواه ممكن يأهله للنهائي وممكن ياخد البطولة. مش اي منتخب عربي بما فيهم مصر ان هو مؤهل ياخد البطولة او مرشح للبطولة. دي اول حاجة. حاجة التحكيم عامل شغل فوق. عليكم السلام كابتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ال4 مباريات احنا شايفين مالي بتطلع تونس، شايفين السودان عملت على السنغال ماتش، جابت الجون الاولاني، ولو في سن التوفيق او سن الحظ كان جابت الجون الثاني برضه وخلصت موت المباراه. عملت ماتش عالمي قدام السنغال، لكن سوء التوفيق هو اللي خرج السودان قدام السنغال. لكن والكاميرون يبقى فيها قدام الكاميرون لكن البطوله ديت. والسنغال كانت بتلعب امبارح مع مين؟ لا ده انا بقول لك النهارده ايه رايك في اداء الكاميرون؟ الكاميرون تقيله ما لا هتقابل بيه يا عم ده يا عم. كاميرون هتلعب المغرب يا باشا الماتش الجاي. يبقى المغرب بالسلامة كده على مستوى النهارده. حتى لا بيتهيألي. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا كابتن حبيبي؟ الله يخليك. توقع بقول لك وحد
شفت جنوب افريقيا النهارده؟ يعني انت تعرف ان انت اصلا مش يعني انت ما لعبتش كوره، يعني انت ما قابلتش لسه منتخبات قويه. دي حاجه، تاني حاجه انا مش يا جماعه بس النهارده الكاميرون مسحت جنوب افريقيا. نسمع بعض يا جماعه لو سمحتوا. الكاميرون النهارده مسكت جنوب مسحت افريقيا، ما جنوب خلتهاش افريقيا. لعب الكوره، معناته ان انت اصلا لسه انت ما قابلتش فرق قويه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا كراجل زملكاوي بقول لك، لما بقول لك انا مش حابب المنتخب يفوز، انا بقول انا بكلمك اللي انا شايفه. المنظومه ظلماني، انا حر يا عم. هو انا بقول لك ان انا مش عايز مصر تفوز؟ انا بقول لك انا راجل مش مصري، ما انا مصري. طيب ابو الرياض، المنظومه ظلماني. ابو الرياض امس عليكم. اهلا ابو الرياض، اهلا حبيبي امس عليكم. حبيبي يا رضا استاذ احمد علام. حبيبي يا رضا استاذ احمد علام، برحب بيك طبعا. اخويا الحاج حمو والناس المحترمه اللي موجوده. ده رضا كمل ده حبيبي بالظبط كده. بس رضا عامل ايه؟ ازيك يا استاذ رضا؟ الله يخليك. غير صوت، انا عرفته من صوته على طول. حبيبي يا رضا، اسمي هنا كيان بقى. اخباركم ايه؟ حبيبي على رسمي. الحمد لله. انا بس دخلت عشان نعقب على كلام استاذ سامح لما بيقول ليه بتتمنوا الخساره لمنتخب مصر. هي مش قصه تمني خساره لمنتخب مصر، احنا نتمنى لمصر كل الخير، لكن لا نتمنى لهاني او وريده النجاح. ليه؟ اولا اي فوز لمنتخب مصر واي فوز لاي فريق مصري، انا بتكلم عن المنظومه الرياضيه يا جماعه، وكلنا بنتكلم طبعا من الناحيه الرياضيه فقط. اي مكسب هينسب لمين؟ هينسب لهاني ابو ريده، وهينسب للمنظومه الرياضيه، وهينسب لاشرف صبحي. طب هل انا كراجل زملكاوي حاسس بالقهر وحاسس بالظلم وحاسس بكل ما يعاني منه جمهور الزمالك خلال الفتره اللي فاتت كلها، هل انا اتمنى للمنظومه الرياضيه النجاح؟ اعتقد يا جماعه الف ب فكر برضه، بس في الاخر هيجوا يقولوا منتخب مصر هو اللي كسب، مش هيقولوا. لا انا اسف، ده مش منتخب مصر يا عم حمد، ده مش منتخب مصر. بيلعبوا دول منتخب مصر ولا النادي الاهلي؟ يا جماعه انت بتلعب باسم مصر. سيبك بقى من اللي بيلعب سواء تبع الاهلي تبع الزمالك. استاذ سامح انا معاكم. خلي بالك انا مختلف معاك في نقطه واحده اللي هي ايه، انا معاكم في كل اللي بتقولوه المنظومه فاشله والمنظومه، انا مش بدافع عنهم. ده سبب كل اللي انا ببص له احنا عايزينهم يخسروا. كل اللي انا ببص له ان ده اسم بلدنا ما يتحطش في الارض، ايا كانت بقى مين بيلعب، ايا كان مين اللي ماسك. اصلا انا وجهه لا بص يا استاذ سامح، يا استاذ سامح اسم بلدنا اتحط في الارض اما راحوا عملوا الدوري 21 فرقه. اسم بلدنا اتحط في الارض اما راحوا لغوا الهبوط. اسم بلدنا اتحط في الارض اما ادوا الدوري البيراميدز بقرار. اسم بلدنا في سلسفين ارض يا استاذ سامح. انتوا متوقعين 1% ان احنا لو خسرنا المنظومه هتتغير؟ انت يا استاذ سامح لا مش هتتغير، بس الاشكال الموجوده دي بعضها هيتغير. انا بتكلم كلمه. انت عمرك في حياتك شفت دوله في العالم، حتى دوله لسه ما تعرفتش تغير الدوري عشان تديه الفريق تاني يا راجل وتقول لي لا قول له يا رضا قول له على دوري في العالم 21 فرقه. هات لي دوري في العالم في اي سنه من السنين 21 فرقه، في اي سنه من السنين في اي دوله من الدول. مش بختلف معاكم في حاجه في الحاجات دي، انا معاكم في كل اللي بتقولوه. هتلاقي الدوري كده كل اللي انا ببص له في حين ان المفروض كل اللي انا متوقعه او واثق منه المنظومه حتى لو خرجنا عمرها ما هتتغير وهتفضل. لا بعض الاشكال دي هتتغير، والله اتمنى حاجه زي كده. والله معلش انا اسف في الصراحه. اقل حاجه يا استاذ سامح، اقل حاجه هيغيروا حسام ابراهيم الاهلاويه اللي فاتحين المنتخب للاهلي، واللي بيختار الاهلي بيلعب وبينضم للمنتخب، واللي بيرفض الاهلي بيقعد على الدكه. بيشجعوا اللعيبه على ان هم يروحوا الاهلي. وطلع قالها صراحه انا بنصح زيزو ان هو يروح الاهلي. ده اخرهم ودي اقصى حاجه يعملوها، هيشيل الجهاز ويجيب جهاز. استاذ سامح طب يبقى كسبنا احنا. استاذ احمد علام، استاذ سامح، طب ما تيجي نعكس الايه ونخليها ليه نقول 60% من جماهير الكرة المصرية بتتمنى لمنتخب مصر الخسارة. طبعا بنتكلم عن المستوى الرياضي وقرارات تانية. ليه؟ ايه السبب؟ عشان منظومة فاشلة كلها.
بس الانحدار طالما الرياضه اللي مصر شايفاه. طالما منظومة فاشلة يبقى لازم المنظومة دي تتغير، والمنظومة دي مش هتتغير إلا لو مستوى الفرق ما كانش على مستوى المطلوب ومحققش طموحات جمهور مصر. تمام. لكن النهارده انت لعبت كم ماتش؟ انت لعبت زيمبابوي ولعبت جنوب افريقيا ولعبت انجولا. انت ما ظهرتش بمستوى في ولا مباراه من الثلاث مباريات، ما ظهرتش بمستوى كويس. اتفرج النهارده على الكاميرون وجنوب افريقيا، اتفرج على ماتش الكاميرون وساحل العاج اللي فات اتفرجنا عليه، اتفرج على ماتشات تونس، اتفرج على ماتشات الجزائر، اتفرج الكونغو الديمقراطيه لما هتيجي تلعب الكونغو الديمقراطيه ده فريق والله مستوانا برغم ان السكواد بتاعنا سكواد محترم، لكن انت ما عندكش جهاز فني. انت عندك جهاز فني على باب الله، تمام، لكن عندك سكواد. عندك سكواد، يعني سكواد مصر افضل من سكواد تونس وافضل من سكواد الجزائر، ويساوي والله يساوي مستوى سكواد المغرب. لكن هي القصه كلها ان ما عندكش جهاز فني، انت عندك شويه حلنجيه، انت عندك شويه صيع ماسكين منتخب مصر. تمام. مش عايزين نضحك على نفسنا يا جماعه. طيب هنا بوريده واللي بيعملوا في الزمالك، احمد دياب واللي عملوه في الزمالك، وتفصيل اللوايح واللي حصل للزمالك والانسحاب والثلاثه بونت والسته بونت والقرف اللي احنا شايفينه، هل انا اتمنى لهم الخير كراجل زملكاوي؟ والله لا. ده اللي مخلينا بنقول يا رب مصر تخسر ويا رب تخرج من مش عايز كلمه مصر بعد اذنك. قول المنتخب. لا كلمه مصر بتوجعنا شويه. انا ما اتمناش لمصر الخساره. هي دي الحته دي بقى اللي مزعلاني يا استاذ رضا. يعني دي الحته فريق الكوره او فريق حسام حسن. اتمنى الفريق حسام حسن الخساره، لكن انا لا اتمنى لمصر الخساره بصراحه. لا طبعا احنا ما بنتكلمش عن الدوله كدوله، احنا بنتكلم عن منتخب كوره. فريق الكوره بتاع حسام حسن، تمام، واخوه. بس هي دي القصه كلها. استاذ احمد علام، انا معترض على العنوان اللي انت كاتبه، هبوط الزمالك للدرجه الثانيه. العنوان ده زعلني جدا جدا جدا. عمر الزمالك ما ينزل درجه ثانيه في وجود اللجنه الفاشله اللي موجوده. ما انا قلت الكلام ده انت عشان ما تابعتش اللايف بس. انا ما تابعتوش بصراحه. انا دخلت والله عشان ارد على استاذ سامح. لا اصل انا اللايف بوضح فيه. كان واحد من الصحفيين اتكلم عن هبوط الزمالك للدرجه الثانيه ومش عارف، والغاء رخصه مزاوله حاجه عبيطه كده يعني. فانا كنت برد على الكلام ده. فعشان كده اخترت. اذا كان كده ماشي. عشان ما تابعتش اللايف بس. كان كاتبها. حته عنوان كده يعمل سسبنس بس، تشويق اللي يقراه. لكن عمر الزمالك ما ينزل درجه ثانيه. الزمالك هيفضل موجود رغم انف المنظومه الرياضيه ورغم انف حسين لبيب والشله بتاعته. طبعا. واحنا بننافس على كل البطولات وموجودين في كل البطولات الحمد لله المحليه. والله في وجود اللجنه دي هنخرج منها للاسف. اديك كاس الرابطه اهو 6 مليون جنيه راحوا عليك. ومع ذلك ما زلت منافس وما زال عندك الفرصه انك تصعد، وفي كاس مصر موجود، وفي الدوري موجود. بص انا متفق معاك. بص انا متابع استاذ احمد علام، لان انا من الناس اللي فعلا بحترمه جدا 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 على المستوى الشخصي. لكن انت لو بصيت هتلاقي الزمالك في كاس العاصمه لو كسب الماتشين لا موجود، في كاس مصر موجود، في برغم ايه ان احنا بنكسب بطولات. خلي بالك كونفدراليه موجودين في الدوري. برضه عندك فرصه يا باشا، فرق بونت بينك وبين الاهلي. طيب تعالى بقى ننزل يا استاذ رضا على ارض الواقع، واقول لك ان انت هتلعب ماتشين كاس الرابطه بالناشئين عشان اللعيبه رافضه تنزل التمرين، فهتخسر الاثنين. تعالى اقول لك ان انت هتلعب. هرد عليك في واحده. ثواني بس، ثواني. كلهم بيبصوا في فرح دونجا. ثواني. هقول لك ان انت في الدوري عندك ماتش مع انبي يوم 20، وبعد كده في الكونفدراليه 25 مع المصري، ويوم 1 فبراير مع المصري، وما بين ماتشين المصري يوم 28 هتلعب بتروجيت. فهتلعب 4 ماتشات في 10 ايام او في 11 يوم، ماتشين كونفدراليه وماتشين دوري. لحد الان فاضل عليهم اقل من اسبوعين، وما عندكش مدير فني، واللعيبه مش بقول لك بقى ان معمول لها برنامج
اللعيبه قاعده في البيت بتضرب محشي وبتضرب مكرونه بشاميل واللي رايح فرح يرقص بيروح واللي بيسهر بيسهر وحاجه ساقعه وقاعدين في الفرح بيعملوا كل عشان يرجعوا تاني لمستواهم عاوزين ولا شهر. فانت هتدخل بقى على اهم ماتشين اللي هم هيحددوا بنسبه